بقولك ايه، ما تجرب تحبني كده او يعني ادينا فرصة نقرب من بعض. وليه؟ هو انت امك داعية عليكي؟ انا مش بهزر يا احمد. ولا انا والله بهزر. انا طول عمري اسمع امي تقول لي لا تاخدك دي امها داعية عليها. ده تبقى احلى دعوة اتدعت عليا والله. يا سلام، تعرفيني كويس. اه تقريبا عرفتك، يعني احنا بقالنا شهرين ف عرفتك يعني. انا عرفتك اللي انا عاوزك تعرفيه وبس. يعني ايه؟ يعني انت ما تعرفيش ان انا قدرك الاسود. دعوة امك عليك بجد. انا اللي هحب فيكي ليل ونهار. اول 3 اسابيع بس من ارتباطنا، وبعدها معلش هنام بدري عشان في شغل الصبح. انا اللي هنيمك كل يوم دموعك مغرقة مخدتك. انا اللي ههتم بيك لحد ما تتعلقي وامتلكك، وبعدها بكل عزمي بوش رجلي ما تلاقيش نفسك غير في دوامة التعلق ومراقبتي من بعيد. انا اللي هقبل عليك اللي ما قبلتوش على اخواتي البنات، وده لانك مش اختي اصلا. انا اللي هخونك مع واحدة ما هياش احلى منك ولا حاجة، بس البحر بيحب الزيادة. فاكراني عوض ربنا ليكي؟ لا خالص والله. ده انا اللي داخل حياتك اربي قلبك وعلم عليه، عشان لو قابل حد زي تاني في يوم يبعد عنه. انا اللي هعمل كل حاجة معاكي، بس مش هتجوزك لاني ما بتجوزش واحدة سابت لنفسها. انا اللي عرفت منك كل نقط ضعفك واستغلها احسن استغلال. انا اللي هقسم قلبك نصين واكسر نفسك وعينك وأوصلك لحد باب الدكتور النفسي وبرضه مش هتلاقيلي علاج. أنا اللي صحابك حذروكي مني، لكن عشان انت عارفاني أكتر منهم فكلامهم مش محوق فيكي. هو انت ليه بتقول كده؟ ليه قاصد تخوفني منك؟ يعني انا مش فاهمة بصراحة. انت خلاص انا ممكن اقفل الموضوع ده ومش هفتحه تاني يعني. هو وأنا كده بخوفك مني؟ ما علينا. عارفة يا، نور. ما أنا عارف إن انتوا نور. تسمعي يا نور عن حاجة اسمها الخوف من المجهول؟ اكيد. طيب أنا كده بالنسبة لك مجهول ولا معروف بعد اللي حكيتهولك ده كله؟ اكيد كده مش مجهول، اكيد معروف. يبقى ليه تخافي مني طالما ما بقيتش مجهول؟ قصدك ايه؟ قصدي انك اسف يعني جهلة، وزي ما العلم نور يبقى الجهل ايه؟ وانا بصراحة ما اعرفش اعيش غير في الضلمة. انت واللي زيك يا نور زباين ليا وللي شبهي. انت فاكرين نفسكوا طيبين عشان كده بتتخدعوا وبتتخانوا ومش عارف ايه، لكن الفرق بين الطيبة والسذاجة شعرة. وللأسف برضه انت ساذجة. عرفتيني شهرين لقيتيني بتكلم حلو، شكل مقبول، يبدو علي أن الشاب الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى إليك. شفتيني في أحسن حالاتي؟ لا شفتيني بعامل أمي وأخواتي البنات إزاي، ولا شفتيني لما بتعصب بكون إزاي، ولا شفتي مني الوش التاني وجاية تفتحي لي قلبك وتقولي لي خش بجزمتك. اعذريني على صراحتي أو وقحت أيهما أقرب. وبعدين سيبك من كل الكلام ده، انسيه. انت كده كده هتقربي مني وهيحصل لك كل اللي قلتهولك فوق. عارفة ليه؟ ليه؟ لان انا قدرك، وانت غاوية وجع قلب ومش بتسمعي الكلام. فيا الف مرحب بك يا نورة.